والله صراحة ما فهمنا والو من إعلام الزيغو هذايا. تارة يتكلم هكذا وتارة يتكلم بالعكس. المخزن على ضرورة احتضان كأس إفريقيا وكأس العالم كان على حساب لقمة العيش للمواطن المغربي المطحون. لذلك عن ما أنجزه المغرب في كرة القدم في الآونة الأخيرة من شباب المغرب الذين وصلوا إلى نهائي المونديال. تارة يتحدثون بالسلب عن المغرب ورئيس فوزي لقجع والكولسة وغيرها والفضائح، والشارع المغربي راهو يلهب، تتخلط الامور وتتخربط وتتجلط التم في المملكه المغربيه. وتاره يشكرون كل ما هو مغربي. المغرب وصل ودار كيفاه خدم، وحنا قعدنا غير للور، وحنا ما كان والو، وحنا خاصه قناه لهفاف مع بن شيخ وغيرهم، وقنوات اخرى وين كاين الروبيو وغيرها، يتحدثون عن ثوران وهيجان في الشارع المغربي. في الجماهير تستطيع أن تعود إلى الاحتجاج يوم افتتاح البطولة، وسوف لن تستطيع القوات المغربية بكل أطيافها أن تقف أمام المد الجماهيري عندما يثور على المخزن. كان 2025 سيحدث ويحدث ويحدث، جيل زاد، تخلطت الأمور، هناك ثورة في المغرب، هناك حرب، هناك كذا، شغب وغيرها، ويفعلون ويستطيعون وهكذا وإلى آخره. وتارة يشكرون المغرب أو وصل المغرب، كيف وصل أنه يحصد هذه الألقاب. كل المنتخبات، كل الفئات المغربية رايحة قاعدة تخدم. شفتهم كيش يلعبوا هكذا طايرين. الجيري ان دوفيان والو زيرو، لان بالخدمه هذه المروك ستوب هما يروحوا الفوق وانت تقعد غير تكتب. كانوا رجال، كل شيء بالرجال ماشي بالمال. او نيفو فيديراسيون كانوا يخدموا. وكل المنتخب النسوي ولا منتخب الفوتسال، وين تروح تلقى انه المغرب ناجح في مجال كرة القدم في الآونة الأخيرة، ويمشي في البطولات عديدة وكثيرة. المنتخب الأول وصل نصف النهائي في قطر وغيرها. والله أمرهم محير يا أخونا أخواتي الكرام صراحة. فنقولوا هذو ناس عندهم توجه ويدافعوا على أمور واحدة أخرى، راهم ما يتكلموش بالحقيقة ولا يطرحوا الحقائق في بلاطوهات، في العديد والكثير من البلاطوهات والمنابر الإعلامية، ولا بعض المؤثرين. المنتخب الوطني مقبل على كأس إفريقيا في المغرب، أكيد أنه راح تتنقل. أنا كي تربح، شوف أنا من عندي الجزائر كي تربح المروك كي ديت لا كوب دي موند وصرفها كيما حبيت. أنا كي الجزائر تربح المروك أنا ديت لا كوب دي موند، نسحب لا كوب دي موند. صراحة يتكلمون خارج الإطار وخارج الصندوق، لا علاقة لهم. المصلحة هي من تجعلهم يتكلمون كما تشاهدونهم يا أخواني أخواتي الكرام. إعلام الزيغو هذا صراحة كثروا. أنا الشيء اللي محيرني يا خوتي، وكاين بزاف حصص نهار كامل بالصباح حتى العشية هما يتكلمون المغرب 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 وكذا. سبحان الله، اخدم انت، شوف النقائص واش خصك انت. اخدم انت قبل، بين برهن، وصل المنتخب تاعك للشباب لنهائي المونديال. وصلوا المنتخب الأكابر يفوت المونديال، يروح لنصف نهائي المونديال. خلي المنتخب تاعك المحلي يتوج بالشان للعديد والكثير من المرات. عاند ولا تحاسد، عاند ولا تحاسد. لماذا هذا الحسد والغيرة والبغض يعني مجانا غراتويتمون؟ لماذا وعلاش هكذا؟ خاوتك وجيرانك عاند ولا تحاسد. لماذا كل هذا البغض والحقد والغيرة والغل الموجود في قلوب البعض يا اخوانا اخواتي الكرام؟ ليس الكل طبعا بطبيعة الحال، كما تشاهدون بعض المقاطع الفيديو اللي رانا نوروهم في هذه القناة. تشوفوا يعني تصريحات ليس لناس نقولوا عقلاء، ناس قراوا في الجامعات، خرجوا ودرسوا وفعلوا وكذا، وعندهم أماكن، ويلبس كوستيمة وكرافاطة، ويجيني أنا البلاطو يوميا ومصباح العشية باش تمد لي أنا كي نسمعك تعطي لي الفائدة
أريد الفائدة أنايا. كيفاه نطوروا من أنفسنا، كيفاه يروحوا المنتخبات تاعنا والفرق الأندية تاعنا يمشوا للقدام، يروحوا للقدام، نجيبوا نتائج، نقطفوا الثمار. لماذا ما تعاندش جارك؟ عنده كيفاه دار، دير كيما هو، الخطوات اللي دارهم ديرهم كيما هما. وبعد أنا نسمع كيما بن شيخ ماذا قال؟ العديد من المرات يقول أننا ما عندناش رجال، لا يوجد رجال اون بلاص، ما كاش رجال في الاتحادية، في المسؤولين هذوما. هناك دي كلون قاعدين يطلع هذا الكلون يضرب في الكلون الآخر، يهبط هذا الكلون يجي كلون واحد آخر. لماذا؟ ما تركزش على نفسك، كيفاه نطور من نفسي، نغير من نفسي أنا. لماذا لا ما تكتروش الحديث على كيفاه نطوروا ونغيروا حنايا؟ لماذا الفوزي لقجع الجامعة الملكية المغربية، الكولاسة، المغرب وكذا، ودار وتغلغل في الافريق، واللوبي المغربي مع موتسيبي والفيفا شراوها وكذا. المغرب ولات الفيفا شراتها ودات كلش. ايوا ما تقدروش نتوما ديروا كيما هم، ديروا كيما داروا، ديروا كيما داروا. ما تقدرش انسحب، اجبد روحك. وعلاش راك قاعد؟ وعلاش راك قاعد لتما بلاص مسؤول وتشكي وتبكي؟ تبكي وعلاش هذاك وعلاش هذاك هذاك. دير انت، غير انت. إيه سبحان الله، ما تقدرش تغير، غير انت. إيه سبحان الله. والله يا خوتي كارثة قاعدة تصرى وتحدث في كرة القدم الجزائرية. تدهور رهيب دائما في البلاطوات هذو الإعلامية، خاصة هذه البلاطوات في الإعلامية. والله مطلعين لي الدم للراس أخونا أخوتي الكرام. أنا راني نتابع الأحداث، عندي مدة طويلة وسنوات راني في هذا الموضوع. ليس نفس الشيء كيما واحد أو ما على بالوش يشاهد الفيديوهات مرة على مرة. أنا نتابع كل صغيرة وكبيرة. صراحة مليار بلاطو مصدعين رصاننا بالمروكي. المغرب فوزي القجع، اللوبي المغربي وكذا، الكاف، وبعد الشارع المغربي ينوض أو تنوض فتنة، تنوض حرب، تنوض كذا، وإفريقيا وكذا، هم شراو موتسيبي، هم شراو الكاف، أو فانتينو، الفيفا وداروا. وانت واش راك دير؟ وانت واش راك دير؟ واش راك دير؟ بين لي واش راك دير. تأهل كأس العالم داروا حفلة قد سخط، تأهل في مجموعة سهلة جدا بهذا النظام الجديد. 10 منتخبات يروحوا قريب يروحوا كاع للمونديال. دير لي هذا الاحتفال وكذا، والإعلام ما حبش كاع يحبس. إنجاز عظيم مقارنة بالمغرب اللي راك تهضر عليه. راهم وصلوا لنهائي المونديال، ماشي راحوا وصلوا لنهائي المونديال، راح يلعبوا مع أرجنتين هذه الأيام في النهائي المقام بالشيلي للشباب. المنتخب المغربي وصلنا لنصف النهائي كأس العالم وخسروه مع فرنسا، ما عطاولوش ضربتي جزاء، خسروه، ما عادش حتى يشوف للفار. هذا المنتخب المغربي أودى 3 كؤوس للشان، أكثر واحد اللي دا الشان في إفريقيا. المنتخب المغربي للفوتسال أصبح منتخب عالمي يحسب له 1000 حساب. هذا المنتخب المغربي. المنتخب النسوي قاعد يدير في لي باركور بسم الله ما شاء الله عليها. حتى الأندية تاعهم ما شفتوش نادي الجيش الملكي في إفريقيا للنسوي كيف ضرب لنا أولمبيك أقبوب ب4-0. شوف كيف تخدم انت، يخدم على روحك يا خويا، طور من نفسك. سبحان الله وبحمده تخرجوا لنا معقولنا ولا كيفاه؟ صراحة الأمور محيرة أخونا أخوتي الكرام. نقول لكم في آخر الفيديو شعارنا الدائم الأبدي، خلونا نعيشوا في سلام. ونعطي لكم نصيحة، كل واحد يتهاب روحه كيف يطور من نفسه ويطور من روحه. ما تعسليش الآخر، الطرف الآخر، وتدور لهذيك البوبينة. بدلوا لنا شوية البوبينة، فوزي لقجع وكذا، راكم طروشتونا بهذه الأمور. شعارنا الدائم الأبدي، خلونا نعيشوا في سلام وأمن. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو قادم بحول الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش دعم القناة باللايك والاشتراك وتفعيل
الجرس. منير RB06 EI. السلام عليكم.